الكشاف. الكشاف هذه مساجلة شعرية دارت بين الشاعر علي أحمد الراعي والشاعر عبد الله الحبيشي وصالح الخلقي. بدايتها للراعي يقول: تبارك الله ما يخفى على خافي، في ظرف ليلة كشف لي سارق الكشاف. تبارك الله ما يخفى على خافي، في ظرف ليلة كشف لي سارق الكشاف. ولو عفى الله عنه ما شنا عافي حقي، وانا حر في حقي خبر قطاف. لا بد نلقاك واستقضي قضا وافي، ما عاد شي إنكار فيها بعد الاستعراف. الباد عضلا مغرت الماء وهو صافي، بلا مبرر يبرر هذا الاستهداف. لو تفتتح بين مخلافك ومخلافي، إن السبب والمسبب حقك اللقاف. جواب الحبيشي يقول: الحمد لله أنا مكفي بكشافي، ما سارق إلا أنت يا سارق ويا حلاف. أدخلت كشافك الخربان والطافي لا وسط جيبي، وشليت الفلوس أعطاف. هذا جزاء حقي الكشاف والقافي، ذي جزعك يوم حممناك في المشواف. ليش أنت محتال يا راعي ومتلافي، وأولادك انقاس وأصحابك رجال أشراف. ما دام صالح علي موجود ومتعافي، على يده حط وأنا أحط للمنصاف. جواب صالح الخلقي يقول: يا هاج سيجارة الحملة على كتافي، القفني القف وقسمها علينا نصاف، وقل لأبو طيبة الخطاف خطافي، ذي جركم ليه لا من راء ولا من شاف. كانت لي أهداف وتوصلت لأهدافي، لو شي ثقه ما سمعنا منكم قذاف. كافي عبث بالمخوة والصحب، كافي ما صحبه إلا على سلف ثابته وعراف. قدمت وجداد لو عادمت وسنافي، لا راجع الحكم وافتح باب الاستئناف. جواب الراعي يقول: يا ذي رسمت الخديعة رسم جغرافي، واشعلتها النار من مخلاف لا مخلاف. المحتذي من قفا مكرك مشاحافي، وصانع الشر آمن والبري مختاف. ما تفعل الفعل هذا الناس الأشرافي، إلا من أمد من التزوير والزياف. لا شي معك وجه تستعجل في إنصافي، من قبل ما أقضيك بالشومة 3 أضعاف. وأبوه هشام إن سامحني على سرافي، ولا في حجة بحجة والجميع أخلاف. جواب الحبيشي يقول: قولوا لأبو عامر الراعي فعلها في حقي وحقه، شغب له في صفا وخراف. أتعب جنوبه وكسر سحبه السافي، لارتاح ثوره والأسلم حقها المعلاف. صالح علي ذي خبزها في طب دافي، وزاد زهوا خميره للعجين إسعاف. ما نحراء ما ينافي حجتي نافي، ما دام حقي مضمن داخل الصراف. صالح يحكم بصالون وانت سنتافي، وانا اصدر الحكم والمنهى على قناف. وسلامتكم.